زوجة أدخلت أبيها الجنة بسبب طاعتها لزوجها. اسمعي يا أختي الكريمة، كل شيء ثر وأعذارك كثير. زوج مسافر فأوصى زوجته ألا تخرج من البيت حتى يعود، وبعدها بأيام يأتي إليها أخيها ليخبرها بأن أبيها مريض على الفراش، فتقول له يا أخي زوجي أوصاني ألا أخرج من البيت حتى يعود، فرح لرسول الله واستأذنه، فإن وافق فهي، فإن لم يوافق فلا. فراح أخيها مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يستأذنه، فرد عليه الحبيب المصطفى وقال له طاعتها لزوجها خيرا من زيارتها لأبيها صلى الله عليه وسلم. وبعدها بأيام يأتي إليها أخيها مرة ثانية ليخبرها بأن أبيها قد توفى ويريد أن تشيع جنازته معه، فقالت له والله لا أخرج من بيتي حتى يأذن إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراح أخيها مسرعا لكي يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه الحبيب المصطفى وقال له طاعتها لزوجها خيرا من تشييعها لأبيها. وبعدها بأيام عاد زوجها من السفر وأخبرته بكل شيء، فراح مسرعا إلى الحبيب المصطفى فقال له أخبر زوجتك بأن الله غفر لأبيها وأدخله الجنة وأكرمها لطاعتها لك.